مين قال ان لازم نكون في عيد او داخلين على مناسبة عشان نجدد المطبخ ونديله كده روح حلوة؟ تعالي نجدد المطبخ بفكرة بسيطة ومش مكلفة، وهنعمل مع بعض فكرة جامدة جدا لاستغلال الاماكن للمطابخ الضيقة. هتفرق معاكي كتير على الرخامة لو رخامتك صغيرة، او في الظرف لو الظرف بتاعتك مش مستغلياها صح. تابعيني كده ويلا نشوف هنعمل ايه. انا جبت كده ستيكر المطبخ ده بتاع الرخام. يعني هو بيبقى ناعم شوية عن ستيكر المطبخ العادي، فيه بيبقى خشن شوية وفيه بيبقى ناعم شوية. ده الناعم اللي بينفع للرخام، وحطيته زي ما انت شايفة كده. بصي انا كنت بعمل بمسطرة، او ممكن تعملي ببطاقة او فوطة او كده، بس الصراحة انا لقيت بايدي، يعني ايدي بتحس الملمس تحت اكتر وبتفرغ الهواء اكتر. دي وجهة نظري انا، انت اعملي بقى بالطريقة اللي تريحك. كان رول مش فاكرة بحاجة و30، يعني حاجة مش مكلفة، وهتعملي منها فكرتين النهاردة مش فكرة واحدة، لاني هعمل منها الرخامة وهعمل منها فكرة تانية. تابعيني. هي الفكرة اللي قلنا اللي هنعملها لاستغلال الأماكن. بس يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش اللايك الجميل. ده الورق اللي بيطلع منها ما ترميهوش، لان هنعمل بيه افكار جاية في الفيديوهات التانية ان شاء الله. لان الورق ده مفيد، وما فيش داعي نرمي اي حاجة في الزبالة. هنجيب كده قطعتين كرتون من اللي بيبقوا في الاسترتش رول او في الفويل، او اللي بيبقوا في ورق الستيكر المطبخ ده نفسه. بعد ما فضي خدت البكرة بتاعته واستخدمتها. بقولك مش هنرمي حاجة، حتى الورق اللي بيطلع من ظهر اللزق. المهم كده جبت 2 وقطعت كل واحدة ل2، فبقى عندي 4 رجول. وهجيب كده كرتونتين، مش كرتونة واحدة، كرتونتين. واحدة هسيبها زي ما هي، والتانية هفرغها على على العلامات بتاعة الرجول. يعني هاخد كده الشكل بالقلم الرصاص وهفرغها. فواحدة هتبقى مفرغة عندي وهقولك ليه دلوقتي، والتانية هتبقى سليمة. ممكن تعمليها عريضة شوية زي ما انا عاملاها، وممكن تعمليها رفيعة شوية على حسب المساحة عندك والحجم اللي انت عايزاه. انا مفرغاها علشان خاطر لما اجي الزق الرجول تبقى ثابتة جدا، ما تبقاش ملزوقة كده على الطاير. بحب لما اعمل حاجة تبقى جامدة وتعيش. فده هيخلي الرجول تتعشق كده جوه الكرتونة باللزق، وهتبقى ماسكة فيها جدا. تمام. فالمهم هنعمل كده واحدة زي ما انت شايفة مش مخرمة خالص، والتانية مفرغة كده من الاربع جوانب، وهنلزقهم في بعض، وبعدين هنلزق فيهم الرجول. بس قبل ما نلزق فيهم الرجول هنسويها كده زي ما انت شايفة، وهنعملها بالاسترتش. الاسترتش ايه، وهنعملها قصدي بالورق المطبخ دوت عشان هتبقى نفس اللون. لو حابة تعملي لون مختلف مفيش مشكلة، بس خلاص هو رول موجود وهنشتغل بيه. انت بقى عندك اي شكل اي لون مفيش مشكلة. بحب اعملها بالاستيكر بتاع المطبخ ده عشان بتبقى سهلة في التلميع، لو بحتة مبلولة او حاجة زيها زي الرخامة بالظبط. المهم بعد ما غلفتها وبفرغ الحتة اللي انا جوفتها دي في قلب الكرتونة، علشان خاطر اوسعها كده واعرف احط لزق كده واحشيها لزق كويس. وبعدين احطها، ممكن تلزقي باي حاجة على فكرة حتى لو ما عندكيش مسدس، وممكن بالشمعة نفسها تسيحيها كده مثلا بولاعة ولا حاجة وتلزقي بيها من غير مسدس. ممكن باي حاجة بتلزق الكرتون مفيش مشكلة. ممكن بغيرة مفيش مشكلة. علبة بتتباع مثلا ب10 جنيه تقريبا، معرفش بقت بكام. فمفيش مشكلة. وهنعمل الاربع رجول كده وهنظبطهم كده، لان هو يعني وارد ان تبقى رجلي معوجة او حاجة، وهتقل عليهم كده بحاجة لحد ما اللزق يمسك شوية. بس اظبطي الرجول عشان لو فيها حاجة معوجة قبل اللزق ما ينشف. وكده تبقي عملتي على الرخامة رف تاني ممكن تستغليه. لو الرخامة بتاعتك صغيرة فتستغلي الأماكن، تحطي عليه أطباق، تحطي عليه التوابل بتاعتك، تحطي أطباق يعني اللي هتغرفيها مثلا، بتبقى الرخامة ضيقة عليكي وانت بتعملي حاجة زي كده. ايه التوابل بتاعتك تستخدميه في اي حاجه زي ما انت شايفه. وممكن تعملي نفس الفكره، عامله نفس الفكره في الظرف بتاعه المطبخ، فتقسمي الضرفه نصين فتستغلي المساحه فوق وتحت. ودي كده هتبقى فكره كويسه جدا لاستغلال الاماكن للمطابخ الضيقه. لو كنتي بقى استفدتي معايا ولو بفكره واحده، يا ريت تقولي لي في التعليقات، وقولي لي كده الفيديو بالنسبه لك سريع ولا معقول. وما تنسيش تعملي اشتراك.